ولك اين هدول بدهم ما براميل حاويات. شو رايك في المظاهرات اللي عم تطلع اليوم ضد هالدوله؟ يا اخاي الشعب وينك مستغلي بضاعه، الشعب مستغلي الاكل والشرب، هلا يخفوا الاكل والشرب ما حدا بيطلع مظاهره، هاي شغله. وشغله الثاني ما في غير جماعه الساحل عم يوجعونا راسنا، هذول جماعه اللاتقين. نحن صرنا 14 سنه عم ناكل براميل حاويات صواريخ، ما نسمع الا فوق هيك يا معرة انتباه. ما هو بس في اللاذقيه، وين؟ مثلا اليوم طلعوا في الشام، من يومين طلعوا في الشام قالوا عم يطالبوا في حقوق اين الناس حقوق الموجوده. منهم؟ اين حقوق منهم يا اخوي؟ نحن صرنا 14 سنه وينك اكلين البراميل والصواريخ والحاويات والروجمات الصواريخ ساكتين، هني ما صار لهم سنه هدول بدون براميل. ولك اين هدول بدهم ما براميل حاويات عشان لا يسكتوا. خلاص بنتمنى لكل الشعب السوري يتحاب يا مع بعض. اخوي متى نحن ما كنا رضيانين هن بدهم يرضوا. تمام، نحن كان رب العالمين كاتب علينا بالصواريخ والقذائف والهونات، نحن راح لنا 30 شهيد من العيله من الطائفه. الله يرحمه. تمام، هني لسه بسم الله، هني الله بعث لنا واحد ابن حلال بخوف الله، نحن الله بعث لنا واحد ابن حرام. تمام، هني الله بعث لنا ابن حلال بخوف الله وما هي راضيانين وما لسه. راضيانين، ولك وما عاجبهم. لله المشتكى احسن. ايش بتوجه لهم كلمه واحده؟ يا اخي كل واحد ينضب بدوره، والايام وينك الامور احسن كرمال الاحسن. كل واحد يدور على معيشته، كل واحد يدور على شغلته على عملته، يلتزم بدوره، من شغله لدوره من دوره لشغله. وباذن الله سوريا بدها ترجع احسن ما كانت، ما في شيء كن فيكون غير عند رب العالمين. بسنه وسنتين ما بترجع سوريا، صرنا 14 سنه عم ناكل براميل وصواريخ، يعني اقتصاد سوريا تحت الارض بزمان. رغم انه تهجرنا من بلادنا هون الموجوده في ريف ادلب ورجعنا ما لقينا ولا بيت عامر، ومع ذلك فرحانين والضحكه على وجهنا. والله يا معلم شايف انا هون البركين قدام هالدكان، انا بمليار ما بعطيها. اذا هلا بيطوبوا لي وينك قصر بالشام. هو والله هلق اليوم المحل في المعرة حقه مليون دولار. حقه 250 الف 200 الف دولار. ليش في واحد معروض هونيك على الزاويه بمليون دولار؟ هذا الدكان ودور 3 دكاكين دورين ايه عرضوهم مليون دولار. خيو بنتمنى ان شاء الله يكون كل الشعب السوري بخير. امين يا رب، الله يوفقنا بجاه النبي، يوفق الشعب، شعب طيب يعني، بس معيشه غالي ولله المشتكى، وان شاء الله بتتحسن الامور، تتحسن ان شاء الله كله للاحسن. ايه باذن الله عز وجل.